السلام عليكم أحلى متابعين. الأسطورة عاد لكم بفيديو جديد حارق كالعادة. فكرة اليوم مقارنة بين سلاحين، الدراغونوف والنقار. حط لايك واشتراك وتابع المقطع للنهاية. كلنا نعرف قوة الدراغونوف في الدمج، حيث يعتبر من أقوى الأسلحة، ودمجه في القدمين 60 والصدر 110. أما الرأس أما النقار 70 للأقدام و68 للصدر و340 في الرأس. إذا هذه النقطة محسومة للدراغونوف، نبدأ بدراغونوف. نلاحظ أنه يملك 13 طلقة وسرعته شبه بطيئة، ونفس الشيء ينطبق على النقار. إذا لا فائز في هذه النقطة، طبعا الهيد شوت راح يكون صعب تمييز بينهم، خاصة هم أسلحة يعتبروا من أسلحة الوان شوت والإيم تقريبا نفسه. فإذا اخترت الدراغونوف راح أظلم النقار، وإذا اخترت النقار راح أظلم الدراغونوف. ولكن إيم النقار ليس ثابت بقدر إيم الدراغونوف. طبعا يمكن للسكنات تثبيته، لكن هذه النقطة لصالح الدراغونوف. والفائز بهذه المقارنة حسب رأيي هو سلاح الدراغونوف ب3 له و1 للنقار. شكرا لكم على متابعة المقطع، وشكرا على الدعم الكبير، وشكرا على 1058 مشترك ما شاء الله. والله لو أبقى أشكر فيكم لغذا ما انتهي. وبس حطوا لايك واشتراك، وشكرا لكم.